فبالتالي لما يجي حد مثلا يقول لي سرعه الترسيب عندي عاليه، ده معناه ايه؟ هو ان الجسم فيه مشكله، فيه التهاب. فين بالظبط الالتهاب؟ ده احنا لسه مش عارفينه. ده الدكتور بقى يعرفه بالاعراض والتشخيص بتاعه بجانب تحاليل ثانيه جنب سرعه الترسيب. سرعه الترسيب لوحده كتحليل ملوش اي لازمه في الحياه. والله العظيم ولا له اي لازمه في الحياه كتحليل لوحده. لو احنا جبنا دلوقتي زيت وحطينا عليه كام نقطه كده لون احمر زي ده، المفروض ان اللون ده بيدوبش في الزيت. شايف المنظر ده؟ شايف المنظر ده عامل ازاي؟ كرات اللون المفروض انها ما بتدوبش في الزيت، فاتجمعت جنب بعضها كلها ونزلت لتحت بتاثير الجاذبيه. حلو كده؟ طيب احنا في المره اللي فاتت المفروض حطينا 10 نقط من اللون او 10 كرات من اللون في كميه الزيت دي. هنجيب نفس الكميه من الزيت، كميه ثانيه خالص، وهنحط فيها 5 نقط بس. حلو كده؟ 5 نقط بس. هيحصل نفس المشكله برضو الكرات اللون هيتجمع على هيئه كرات وهيبدا برضو ينزل لتحت بتاثير الجاذبيه. حلو كده؟ طيب دي الانبوبه الثالثه والاخيره، فيها برضو زيت، نفس الكميه من الزيت، وهنحط فيها لون برضو، بس هنا هنحط اللون ده واللون الاحمر ده متضاف عليه ملح زي الانبوبه الاولانيه بالظبط. هنحط برضو 10 نقط ولكن هنا في ملح. حلو كده؟ برضو نفس المنظر. الكرات برضو الكرات الحمراء ما دابتش في الزيت واتجمعت على هيئه كرات كده ونزلت تترسب تحت تاثير الجاذبيه. الفكره هنا من التجربه بقى او السؤال، لو احنا جبنا الثلاث انابيب دول او في الثلاث مرات دول، الانبوبه الاولى كان فيها زيت وحطينا فيها لون بس، الانبوبه الثانيه كان فيها زيت ولون بس كميه اقل شويه، الانبوبه الثالثه فيها زيت واللون بس اللون متضاف عليه ملح. لو حطينا الثلاثه وسيبناهم 10 دقائق بالظبط، الثلاثه قعدوا نفس الفتره الزمنيه، ايه فيهم هيترسب اسرع من الثاني؟ كفايه الخمس دقائق دول. الثلاث انابيب المفروض قعدوا نفس الخمس دقائق. دي اللي ما كانش فيها ملح ودي اللي كان فيها ملح. اللي كان فيها ملح تقريبا ما اعرفش ظاهر ولا مش ظاهر، ما عادش فيها كرات خالص، كل اللون اترسب ونزل تحت بتاثير الجاذبيه طبعا، وساب الزيت فوقه رايق، انما دي اللي ما كانش فيها ملح الترسيب فيها ابطا شويه، ما اعرفش برده باين ولا مش باين، في لسه قطرات صغيره قوي من اللون لسه بتنزل. كان فيها ملح اترسبت اسرع من اللي ما كانش فيها ملح. طيب الفايده بقى من التجربه دي ايه؟ طبعا عشان نسخن التجربه كده محتاجين عينه حقيقيه. يعني هو اللي حصل في التجربه ما يختلفش كتير عن اللي بيحصل في الحقيقه، ولكن الواقع برضه مختلف. فاحنا بنسحب عينه، المفروض لما بنيجي نسحب عينه بنسحبها على الانبوبه دي كده. طبعا طرق قياس تحليل سرعه الترسيب كتير جدا، يعني ممكن يكون مثلا 8 طرق ولا حاجه، ولكن دي طريقه منهم. حلو كده؟ بنسحب عينه الدم بنحطها هنا لحد العلامه وبنسيبها وقت معين، ساعه زي ما قلنا، تترسب فتنزل كرات الدم الحمراء تحت ويبقى البلازما فوق. بس عشان نتاكد من ده بنفسنا فاحنا هنسحب عينه دلوقتي، انا هسحب واحده من نفسي ونسيبها تترسب على ما نخلص الكلام او الشرح بتاعنا، وبعد كده نرجع نشوف النتيجه الواقعيه اللي بجد، بعيدا بقى عن اللون والزيت والكلام الفاضي ده. فاحنا دلوقتي نسحب عينه. طبعا في ناس بتقشعر انا عارف، فاحنا مش هنسحبها قدام الكاميرا قوي، يعني نص ونص كده. عشان الناس اللي بتخاف. تعرفوا ان انا اول مره اسحب لنفسي عينه؟ اقسم بالله قلبي مش جايبني، بس عادي مش معايا. الحمد لله فشلنا في المره الاولانيه، احنا كده مضطرين نعيد التجربه تاني. المشكله بقى دلوقتي ان انا بيواجهني تحدي اكبر من عمليه السحب نفسها، هو ان انا كده هسحب من اليمين بايدي الشمال وانا ما اعرفش استخدم الشمال بصراحه، فربنا يستر بقى.
الفكره من التجربه دي بقى هو ان الميكس اللي كان في الانبوبه ده بيمثل الدم اللي في جسمنا. الدم اللي في جسمنا بيتكون من مكونين او بيتكون من حاجتين. الحاجه الاولى هي البلازما اللي في الدم، دي بيكون معظمها ميه. الحاجه الثانيه خلايا دم بيضاء وكرات دم حمراء وصفائح دمويه عايمه في البلازما. حلو كده. فالميكس بتاعنا او الخليط بتاعنا كان بيمثل الدم بتاعنا. الزيت كان بيمثل البلازما، وكرات اللون الحمراء بتمثل كرات الدم الحمراء في جسمنا. حلو كده. اللي حصل في التجربه ان الانبوبه الاولانيه اللي كان فيها كرات دم حمراء بس اترسبت بمعدل طبيعي او معقول، لان ما كانش فيه غير كرات في الزيت. حلو كده. الانبوبه رقم 2 اللي كان فيها حطينا فيها كميه اقل من اللون اترسبت اسرع شويه، لان كانت كميه اللون اقل، فقوه الاحتكاك بينهم كانت قليله، فبالتالي اترسبت اسرع، على عكس الانبوبه الاولى. الانبوبه الثالثه كان اللون متضاف عليه ملح. الملح هنا زود كثافه اللون فتقله فترسب اسرع، فبالتالي ده تفسير ان الانبوبه رقم 3 اترسبت اسرع، لان كان فيها ملح زود كثافه اللون فاللون نزل اسرع في نفس الوقت اللي قعد فيه الثلاث انابيب. يبقى كده اللون نزل اسرع في الانبوبه اللي كان فيها كميه قليله من اللون واللي كان فيها ملح. حلو كده. طيب المغزى بقى او الاستفاده اصلا من التجربه ايه؟ الدم اللي في جسمنا زي ما قلنا بيتكون من مكونين او بيتكون من حاجتين. الحاجه الاولى هي البلازما معظمها ميه. الحاجه الثانيه هي الخلايا، هنتكلم تحديدا عن كرات الدم الحمراء. كل الكرات اللي في جسمنا على سطحها شحنه سالبه، وده اللي بيفسر ان سبحان الله الكرات وهي ماشيه في الاوعيه الدمويه، احنا في الاوعيه الدمويه في جسمنا في اوعيه دمويه بتبقى او الشرايين او الشعيرات الدمويه بتبقى رفيعه جدا، ومع ذلك كرات الدم الحمراء ما بتلزقش في بعضها، لان احنا خدنا قبل كده زمان او معلومه قديمه عارفينها ان الشحنات اللي شبه بعض بتتنافر، والشحنات اللي عكس بعض بتتجاذب. يعني وليكن لو الموجب مع الموجب بيحصل بينهم قوه تنافر، طب الموجب والسالب بيحصل بينهم قوه تجاذب، السالب والسالب قوه تنافر. حلو. طب السالب والموجب قوه تجاذب. حلو كده. فبالتالي كرات الدم الحمراء بما ان كلها عليها شحنه سالبه، فاحنا سبحان الله كده بنضمن ان الكرات وهي ماشيه في الاوعيه الدمويه مش هتلزق في بعضها. حلو كده. الفكره فين بقى او ايه علاقه التجربه دي بجسمنا اصلا؟ لما بيحصل وليكن اي التهاب في جسمنا، اي مشكله في الجسم سببت التهاب، الجسم بيبدا ياخد رد فعل تجاه الالتهاب ده. من ضمن ردود الافعال اللي الجسم بياخدها هو ان الكبد بيخرج بروتين اسمه فايبرينوجين. انا مش هقول غير المصطلح ده والله، انا كنت مش عايز اقول مصطلحات خالص، ولكن مش هنقول غير الاسم ده بس لانه مهم جدا. الكبد بيخرج بروتين اسمه فايبرينوجين. حلو كده. البروتين ده بيخرج للدم، بيلاقي كرات الدم الحمراء، بيتفاعل مع سطح كرات الدم الحمراء، فيقلل الشحنه السالبه اللي كانت على سطح الخلايا، فيقلل قوه التنافر اللي كانت بين الخلايا، فيزود قوه التجاذب، فالخلايا تبدا تقرب وتترص من بعضها، او كرات الدم الحمراء تبدا تترص جاء فوق بعضها، فتتقل فتترسب اسرع. حلو كده. زي ما الملح بالظبط عمل في الانبوبه رقم 3. فبالتالي في حالات الالتهاب لما بنعمل تحليل، لما بنطلب او الدكتور بيطلب من حد يعمل تحليل سرعه ترسيب، بيبقى عايز يتاكد هل في التهاب في جسمه ولا لا، او الالتهاب واصل لحد فين. لان في حالات الالتهاب الكبد بيفرز بروتين الفايبرينوجين بيتفاعل مع سطح كرات الدم الحمراء، فيقلل الشحنه السالبه، فيقلل قوه التنافر، فيزود قوه التجاذب، فالخلايا تتقل تترسب فوق بعضها فتترسب اسرع. فكل ما الترسيب يزيد ده معناه ان كان ممكن يبقى كان في التهاب، او كان بيفسر ان كان ممكن في التهاب في الجسم. كل ما سرعه الترسيب تبقى اعلى ده معناه ان الالتهاب اشد. حلو كده. فبالتالي تحليل سرعه الترسيب عشان كده بيتسمى تحليل دلالات التهاب. لو سرعه الترسيب عاليه يبقى كان في التهاب في الجسم، ونتج عنه بقى البروتين الفايبرينوجين اللي اتفاعل مع كرات الدم الحمراء. حلو كده. طيب فبالتالي لما يجي حد مثلا يقول لي سرعه الترسيب عندي عاليه، ده معناه ايه؟ هو الجسم فيه مشكله، فيه التهاب. فين بالظبط الالتهاب ده احنا لسه مش عارفينه، ده الدكتور بقى يعرفه بالاعراض والتشخيص بتاعه بجانب تحاليل ثانيه جنب سرعه الترسيب. سرعه الترسيب لوحده كتحليل ملوش اي لازمه في الحياه، والله العظيم ولا له اي لازمه في الحياه كتحليل لوحده. لازم يبقى جنبه تحليل مكمله، لان احنا فلنفترض ان سرعه الترسيب طلعت عاليه، ده معناه ايه؟ ان في التهاب. فين؟ ما نعرفش. حلو. الحاجه الثانيه واللي بتفسر اللي حصل في الانبوبه رقم 2، لما يكون جسم فلنفترض ان هو ما فيهوش التهاب والجسم سليم ما فيهوش اي مشكله، ولكن كرات الدم الحمراء في الجسم قليله، او بمعنى اصح او بمعنى علمي الجسم فيه او الشخص ده عنده انيميا، فكرات الدم الحمراء بطبيعتها عددها قليل، فوهي ماشيه في الدم التصادمات او فرصه ان كرات الدم الحمراء تتقابل مع بعضها فرصتها ضعيفه،
لان هو كرات الدم الحمراء قليله عايمه في البلازما، فقليل قوي لما هيصطدموا ببعض، فبالتالي كل واحده عايمه في حته، فبالتالي هترسبوا اسرع. وده بيفسر ان سرعه الترسيب ممكن تبقى عاليه في حالات الانيميا. حلو كده؟ يبقى بالتالي التجربه دي كانت بتفسر ايه؟ ان سرعه الترسيب او تحليل سرعه الترسيب، انت كواحد عملت التحليل، سرعه الترسيب ممكن تبقى عاليه بسبب ان في انيميا وبسبب ان في التهابات. ولو افترضنا ان في التهابات فاحنا لسه مش عارفين هي منين بالظبط. طب احنا دلوقتي واحد عمل تحليل سرعه الترسيب، احنا عايزين نعرف بقى نقرا النتيجه بنفسنا او نعرف بتدل على ايه. في هذا القدر كفايه لمن اراد الهدايه، وكان معكم محمود نوح. سلام.